تكملة للموضوع ده بالذات، عشان ده في لبس وفي ناس يعني انا قبل كده على الصفحة بتاعتنا في بيت الهنا جبت لكم كل طرق النصب بتاعت الناس النهارده في الاجهزة، ان كان فرز اول ولا تاني. يعني انا جبت لكم ناس اللي هي عارضة اسعار 6.5 ثلاجة 18 قدم وبتاع، وبعت لنا فودافون كاش جدية حجز والفلوس بتروح. وفي ناس كتيرة من حتى من زباين انا لبست في الموضوع ده وبعتت لي سكرينات، وللاسف الشديد محدش اتمسك. يعني الفرز التاني النهارده مفيش انتاج، النهارده مفيش انتاج. اللي هيقول لي في فرز تاني هقول له في الشركات دي يونيون اير، الكترو ستار، وايت ويل، العربي. طول ما هو مفيش انتاج محلي مفيش اوتلت في الفرع العربي. طب لو في فرع العربي هتدخل تلاقي فيه خصم 50% و30% و25% و15% و10%. تمام. لو كان البياع صريح هيقول لك ده مرتجع عملاء، لان الفرز في بند اسمه مرتجع عملاء. فرز الرسمي اللي هو فرز الانتاج. في حاجه اسمها فرز الانتاج خاص بالانتاج، الجهاز مخبوط في نقره في خربوش بس ما فيهوش حاجه تانية، مينفعش يبقى فنيا اقل من المنتج التاني. انما البودي من بره فيه بعض الديفوهات. ده الاوتلت اللي كل الناس تعرفه، غير كده مش اوتلت. اي حاجه وقعدت صيانتها ده مش اوتلت، ده جهاز كان مرتجع عملاء، ده جهاز فيه مشكله فنيه. تمام. بعض الناس بتبيع الاجهزه اللي هي كسر الزيرو اللي نازله من البيوت بعد غسله نظيفه تبيعها انها فرز تاني. الناس دي كدابه. تمام. في بعض البوستات نزلت لناس اتضرت، في ناس مفوره القصه ان هم ده بتتصنع من حاجات رديئه. لا يا فندم، البيعات دي بتبقى موجوده فعلا في الشركه. تمام. الشركه بتطلعها بموجب علم الشركه، مفيش اي مشكله. حتى الشركات الكبيره زي ال جي وسامسونج. بس هل بيبقوا بايعينها ان هي اوتلت؟ لا، ما بيبيعوهاش ان هي اوتلت، بيبيعوها لوت. بيبيعوها لوت، انت ورزقك. التاجر اللي بيشتري هو ورزقه. 20 شغال و10 بايظين. الفرز التاني بتاع زانوسي بيبقى بي 1 وبي 2، عليه ورقة اسمها بي 1 وبي 2. ده فرز تاني رسمي. الجهاز بيبقى فيه بس بعض الضفات في الجسم الخارجي، مفيهوش صيانات، مفيهوش مرتجعات عملاء، مش مركون، مش بقالوش 20 سنة في مخزن ما. تمام. كريازي مفيهاش فرز تاني. الا اذا كان في تاجر مثلا عنده سوق تغليف من عنده هو من التخزين، بينزل عليها خصم تتعامل معاملة الفرز التاني. لان الفرز التاني من اول التغليف. يعني لو الجهاز فيه مشكلة اصلا في التغليف، الجهاز لو فيه مشكلة في التغليف نفسه، الكرتونة مقطعة والكلام ده، يعتبر فرز تاني ولازم تاخد عليها خصم. ده معنى الفرز التاني. الفرز التاني مش اللي انا اجيب لك جهاز متصين وشكله جديد من بره وبقولك ان هو جديد وفرز تاني اوتلت. لا، اوتلت او الستوك عموما ملوش علاقة بالكلام ده. انا ببيع اصلا فرز تاني. يعني انا تاجر اساسا فرز تاني، بس من ساعة الانتاج ما وقف والدنيا وقفت وبدأت الناس زي ما انت شايف. ولحتى الخصم اللي بينزل في الفرز التاني النهارده من وايت ويل خصم زبالة. يعني انا مش هجيب لك تلاجة ضمانها سنة من الشركة مقابل تلاجة ضمانها 5 سنين من نفس الشركة وتغليف كامل وشكلها كويس ولا فيها خربوش ولا فيها نارة، ونلاقي الفرق 1000 جنيه. لا، انا كنت شغال لك بفرق لا يقل، يعني لا يقل عن 30% خصم. انا اشتغلت بفرق في جهاز جديد ضمان من الشركة 30% خصم. يعني التلاجة ام 10000 كنت بتاخدها مني ب5 وب6 وب7، على حسب. على حسب ايه بقى بالظبط؟ على حسب الحالة اللي البودي من بره. ولازم كنت لما بتطلب صيانة، تمام، حد طلب صيانة، لازم فني الشركة اللي يجيله يرفع السيريال نمبر اللي في ظهر الجهاز، وتلاقي يقول لك ده ضمان سنة من الشركة. ليه يا عم؟ اصل اوتلت ده فرز تاني. الاوتلت موجود في الشركات بس مش كل الشركات. كريازي ما فيهاش اوتلت. فريش ما فيهاش اوتلت. مش عشان هم شركات واو، لا، هم ما فيهمش اوتلت. هم عندهم سياسة تانية، بيقطعوا الجهاز ويبيعوا جزء خردة اللي هو البودي، والمواتير بيرجعوا يبيعوها تاني او اعادة استخدام. لهم قصة كده، كل شركة لها حسبة. وبالمرة برضو بيساعدهم في الضرايب شويتين، اللي هو ده اصل ده تالف. انما في شركات اللي هي انتاج فيها دوري زي يونيون اير، الكترو ستار، وايت ويل، فيها دايما اوتلت. تمام. العربي جروب، توشيبا، تورنيدو، وشارب فيهم اوتلت. بس النهارده هم مانعين البيع للتاجر، النهارده البيع للزبون بس. يعني لازم تروح فرع بنها تشتري منهم. الخصم النهارده 10%، 15%، 20%، ده اقصى تقدير اساسا. غير كده يا باشا كلام في الفاضي. انا بستغرب اما بلاقي مثلا واحد منزل ال جي فرز تاني. انت جبتها منين يا بيه؟